المهم، عندما نقارن بين محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية، ابن تيمية رجل عالم، أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة. ولو أنه استطاع أن نعم يزيل القبة الخضراء ومظهر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل. نعم. ولا ندخل في أمور أخرى، الجهات الأجنبية ماذا صنعت وكيف توكلت عليه، هذا شيء نتركه لله، لعلم الله عز وجل. وهذا من الكذب على الشيخ. لو يقدر على هدم القبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته، دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف. السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، السقف على قبره موجود، سقف الحجرة. غاية ما هو أنه زيل السقف وجعل على شكل قبة. فالشيخ لا يرى أن هذا أنه منكر. هذا الرسول دفن في بيته واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته مبني له حيطان وله سقف، بقي على ما هو عليه. غاية ما هو أنه زيل سقفه الأول وجعل على شكل قبة. يتهمون الشيخ ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية عليها، وهذا غلط. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فالبناء على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع؟ ماذا يكون عنده من الازدحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب. لا، ما يصلح، هذا ما يجوز.